فيلمنا كيبدا عام 1988 على قصة حقيقية وقعت في عهد أغسطس بيطوس اللي كان معروف بالحكم العسكري الديكتاتوري ديالو، وبسببه كانوا كيدخلوا السجن كل عام أكثر من 2000 سجين، من بينهم من 120 سجين سياسي اللي كان غادي يتحكم عليهم بالإعدام فقط لأنهم عارضوا النظام العسكري ديالو، وكانوا كاملين كيتحبسوا في سجن سانتياغو اللي كان كيعتبر من أكثر السجون المشددة في تشيلي. المعتقلين السياسيين كل نهار كيعانيو من الظروف الخايبة داخل السجن وكيطالبوا بالتعامل بحال باقي السجناء، وكان كل نهار كاين احتجاجات ضد المأمور والحراس باش يتفصلوا على باقي المساجين اللي كانوا مجرمين وكيضربوا على الطعام وكيحتجوا ضد النظام، وكان باين باللي المأمور شخصيته ضعيفة وما عارفش كيفاش يسيطر عليهم. الأوضاع ديال السجن سانتياغو وصلت حتى للجنرال أغسطس بيطوس اللي صيفط مندوب يمثلوه باش يشوف الحالة بعينيه. المندوب ملي وصل كان كيتعامل مع المأمور السجن بطريقة مهينة بزاف، يقول ليه باللي ما قادرش يسيطر على السجن ديالو وما يستاهلش يبقى في هذا المنصب، ومن بعد عطى اوامر واضحه بنقل السجناء السياسيين لبلاصه خاصه بهم داخل السجن. وهكذا اخيرا تحققت الرغبه ديال السجناء السياسيين، ولكن في الحقيقه كانت هذه بالاساس رغبه السجين اسمه ليون اللي كان معارض سياسي وخدام مهندس، وهذا الشيء كامل حيت كان كيخطط الهروب من السجن وهو صاحبه، حيت كانوا عارفين باللي الحكم ديالهم في الاخير هو الاعدام. ومن بعد كنمشيو لرافائيل وفارس اللي كانوا من المعتقلين السياسيين، وليون كان كيخطط معاهم الهروب من السجن وكيكونوا كيدوروا مع بعضياتهم في ساحه السجن كيتبادلوا الهضره على الخطه. العلاقه بين ليون ورافائيل ما كانتش مزيانه وما كانوش كيبغيو بعضياتهم، وكيوقع بينهم خلاف كبير لدرجه ان رافائيل كيقول ليون يخرج من الخطه حيت حتى حد ما كيتسناه برا السجن، وكيقولوا باللي ما عندهم فين يمشي. فكيغضب ليون وكيضرب رافائيل، ومن بعد رافائيل كيندم على كلامه وكيحاول يعتذر لليون، ولكن ليون ما كيقبلش يسلم عليه وكيخليه يمشي. ومن بعد ما تفصلوا المعتقلين السياسيين على باقي السجناء ولات عندهم بعض الامتيازات بحال ان ورشه النجاره والحداده وحتى الرسم ولات محلوله قدامهم، وكل واحد ولات عنده اداه مثل الجيتار وادوات ديال الرسم والنقش، حيت معروف عليهم انهم ماشي مجرمين عاديين وبالتالي ما غاديش يستعملوا ادوات باش يضروا بعضياتهم. ولكن رغم هذه الامتيازات كان ناقصهم بزاف ديال الادوات المهمه باش ينفذوا خطه الهروب. قرروا يستعنوا بصاحب الجيتار اللي كان قديم بزاف في السجن وعنده علاقات ومعرفة بكيفية كدوز الأمور في الداخل. في الزنزانة كانوا تقريبا 10 ديال السجناء متفقين على خطة الهروب، والخطة كانت واضحة بطول 80 متر من حيط الزنزانة، حيث الحيط كان قديم وسهل يتحفر. حسبوا كمية التراب اللي غادي تخرج من النفق ولقاوها تقريبا 60 متر مكعب ديال التراب، حيث الطول 80 متر. ومن بعد خاصهم يوصلوا في آخر نفق البلاصة ما تكونش مكشوفة للبرج المراقبة، ويحسبوا حتى المسافة اللي خاصهم يجريوها من بعد ما يخرجوا من الحفرة. ولكن كانت قدامهم بزاف ديال العوائق فين يخبيو كمية التراب الكبيرة والمساحة الطويلة بينهم وبين سور السجن. كيفاش يحددوا بلاصة فتحة النفق بلا ما يبان من برج المراقبة؟ الحراسة المشددة والدوريات الكثيرة اللي كيدوروا على السور، وحتى الادوات اللي عندهم كانت ضعيفة بزاف وغادي ياخذوا بها وقت طويل، لذلك بداو كيفكروا في حلول لكل مشكل قبل ما يبداو الحفرة فعليا. ليون جاتو فكرة، الفتحة اللي في السقف يقدروا يخبوا فيها التراب اللي غادي يخرج من النفق، وصاحب الجيتار قدر يجيب ليهم مفك، وكان هذاك تقريبا هو السلاح الوحيد اللي عندهم باش يبداو الحفر. ويختاروا بلاصه الحفر تكون واضحه في الحائط، حيت اثناء التفتيش كيركزوا اكثر على البلايص اللي باينه مشبوهه، وبالتالي البلاصه اللي باينه عاديه ما كتشدش الانتباه بسهوله. وفي نفس الوقت اللي بداو فيه يحفروا النفق في الحائط بداو حتى كيحفروا في الفتحه في السقف باش يطلعوا ليها التراب. جمعوا عدة زيارات وكانت مرات رافائيل جالسه معاه، وهي كانت حتى هي عضوه في الحزب المعارض للنظام، كتقول باللي غادي تبعد ولادهم من البلاصه بعيده باش تقدر تكمل العمل الحزبي ديالها. هذا الشيء ضايق رافائيل بزاف وكيقول لها واش الحزب اهم من ولادها، وهي كتجاوبه باللي ما قادراش تتحمل مسؤوليتهم بوحدها. وهنا رافائيل كيقرر يصارحها بخطه الهروب، ولكن كانت خايفه عليه بزاف حيت الا تشد غادي يكون الحكم في بلاصتو هو الموت مباشره او الاعدام، ولكن كيطلب منها يساعدوه مهما كان الثمن. وفي نفس الوقت كيجيب بات ليون يزورو، وكانت العلاقه بينهم خايبه بزاف. الاب كان باغي يعاون ولده باي طريقه، ولكن ليون كان رافض، غير ان الاب ما استسلمش. وبالاخير ليون كيقرر يقول ليه على الخطه ديالو. الاب ديال ليون من يسمع بخطه الهروب تصدم، ولكن في العينين ديالو بان الفخر بولده، حيت عارف باللي ليون عمره ما كان كيقبل الظلم، ومع ذلك كان خايف عليه بزاف. ليون طلب من بواه يعاونو في حاجه وحده، يجيب لهم خرائط دقيقه للمنطقه اللي دايرين بها السجن، ويعرف لهم نظام الصرف الصحي وشبكه المجاري
العسكري كيجيو للسجن مساجين سياسيين جداد، رافائيل وفارغاس، وليون ولد زعيم مقاومة حزب معارض للنظام. ليون كان تبلغ عليه من طرف واحد الخائن من نفس الحزب، وهاد الخيانة كانت السبب في الحكم عليه بالإعدام. سميتو الحقيقية هي أوسكار، وكان متشبع بنفس أفكار بواه اللي كان كيعارض الحكم العسكري. أوسكار كان باغي ينتقم للموت بواه على عكس خوه اللي اختار يخضع للنظام ويتماشى معاه، وهذا الشيء خلى أوسكار يقطع العلاقة معاه وما يبغيش حتى يهضر معاه. في السجن كان كاين مندوب ديال جنرال بيتوس اللي كان كيتعامل بتكبر وغرور مع المأمور، كيقول ليه بأن المساجين السياسيين مغسول دماغهم وأفكارهم سموم كتزرع فيهم الأحزاب اللي منتمين ليها، ولازم يعترفوا بالخطأ ديالهم. وبصحة سياسة الجنرال بيتوس المأمور كان كيحاول يوافقوا في الهضرة، ولكن المندوب كان كيوقفوه ويهينوا قدام الجميع، وهذا الشيء خلى المأمور يحس بالإهانة قدام الحراس والمساجين. كتجي محامية مسؤولة على قضية أوسكار وكتدخل في صراع مع مندوب الجنرال، حيت ما كانش باغي يخليها تشوفه ولا تعرف ظروف اعتقاله. حتى الحارس المسؤول قال ليها بصراحة أنهم كيتعاملوا بقسوة، ما فرقاش معاه تعرف ولا لا. ومن بعد تشد، وقدرت المحامية أخيرا تقابل أوسكار وبلغاته بأنهم باغيين ينفذوا فيه حكم الإعدام بتهم العصيان والتمرد وإثارة الشغب، رغم أنه متهم بحوايج ما دارهمش. أوسكار كيوقع على التوكيل، والمحامية كتخرج وهي عارفة أن الوقت قليل بزاف. كنرجعوا لليون، رافائيل وفارغاس وباقي الفريق اللي بداو فعلا في الحفر وقدروا يكملوا جزء من السقف، ولكن السقف كان قديم وطاح عليهم، ودورية المراقبة كانت قربت توصل وخاصهم يحلوا المشكل بسرعة. ليون طلب منهم يجيبوا البيض، ما فهم فيهم حتى واحد علاش، ولكن سمعوا كلامه. طلع ليون فوق ولقى بأن كاين أكثر من طبقة فوق السقف الأصلي. دار خليط من البيض والجير باش يصاوب عجينة بنفس قياس الفتحة ويسدها بإحكام. صاد الدورية وواحد من الفريق عطلهم باش يكسب الوقت حتى تسدات الفتحة. ومن بعد طلعوا عليها تصويرة ديال واحد الموديل معروفة كانت معلقة في كل الزنزانة. منين جات تفتيش لزنزانة ليون، كانوا الملصقات ديال ممثلات الموديل. الحارس شد أغلب الصور كل بلاصة باش ياخدهم لنفسه، ولكن وحدة ما عجباتوش وخلاها، وهي اللي كانت مغطية السقف الوهمي. فرح ليون وصحابه حيت الخطة نجحات وكملوا الحفرة. فوق الراحة واحد السجين بدا شاك فيهم ومشى عند رافائيل، قال لي بلي انه باغي يهرب. رافائيل دار راسو حتى هو باغي يهرب وسولوه واش عنده خطة. السجين لمح بانه شاك بلي عندهم خطة. رافائيل ما بان عليه والو وقال ليه الا عندك شي فكرة قولها. ومن بعد تبين ان داك السجين كان كيتجسس عليهم. الحراس مهددين عائلته باش يجيب لهم الاخبار. الفريق بقى كينقل التراب من نفق لفتحة السقف وكيحسبوا الكمية باش يعرفوا شحال وصلوا في الحفرة. لقاو انهم وصلوا غير ربع متر تقريبا، وباقي خاصهم حوالي 70 متر باش يوصلوا لسور السجن، وبمعدل ديالهم كان خاصهم 4 سنين، وهذا الوقت طويل بزاف. ليون قرر يوسع الفريق واختار 10 سجناء اخرين من بين 100 كانوا موثوقين. الخطة ولات انهم كل نهار خاصهم يحيدوا 100 كيلو ديال التراب مقسوم على 4 ورديات، كل وردية ساعتين، ومن بعد كيستحموا مزيان باش يحيدوا اثار التراب وكيبانوا قدام الناس بحال الى عاديين. واتفقوا على اشارات سرية، وعازف الجيتار كان كيحضرهم باغنية معينة ملي كتقرب الدورية بلا ما يبان عليهم التعب. حفظوا مواعيد الدوريات. في واحد النهار وقع تفتيش مفاجئ والفريق ما كانش حاس بلي حساب، وكانوا باقي بعض السجناء داخل النفق، حيت العملية كتكون بثلاثة، واحد كيحفر وواحد كينقل التراب والثالث كيعطيه للفوق. النفق كان طويل بزاف وما ساهلش يخرجوا بسرعة. رافائيل وباقي الفريق داروا فوضى وخناق مع الحراس باش يعطلوهم باش يقدروا اللي في النفق يخرجوا ويسدوا الفتحة ويدهنوها بنفس اللون الحيط. بسبب هذا الشيء رافائيل تعاقب بالضرب. في واحد المرة ليون تعمق بزاف في الحفر وبقى مدة طويلة حتى نقص عليه الأكسجين وغاب عن الوعي. السجين اللي وراه لقاوه طايح. كل ما تعمقوا أكثر كيقل الأكسجين حيث فتحة التهوية بعيدة وما كاينش قوة دفع الهواء. قرروا يجيبوا مروحة ويديروها أنبوب تهوية طول النفق باش يوصل الهواء للآخر. الفريق كامل كان تحت ضغط نفسي كبير، تعب جسدي، نقص أكسجين، الخوف من انكشاف الأمر والتخلص من التراب، ولكن كل واحد فيهم كان عارف أن نهايته هي الإعدام، وفضلوا يموتوا وهم كيجربوا يهربوا على أنهم يموتوا في السجن. في اليوم 500 صدر قرار بإعدام اللي متهمين بالشغب منهم رافائيل. بقى شوية ديال الوقت قبل التنفيذ، وهنا الفريق زاد في الضغط باش يكملوا بسرعة. في اليوم 524 وصلوا لسور السجن، وليون كان متفق مع باه يشوف مكان الخروج واش مكشوف من برا. تبين أنهم إذا خرجوا غادي يكونوا مباشرة قدام كشاف برج المراقبة. اضطروا يغيروا المسار، وهذا الشيء زاد في الوقت. وقع زلزال مفاجئ واضطروا يخرجوا بسرعة قبل ما يطيح النفق. وفي اليوم اللي من بعد لقاوه باقي سليم، ولكن عرفوا أن أي هزة قوية أخرى غادي تدمره. في اليوم 567 بعد 18
شهر من الحفر. قدروا ينقلوا 55 متر مكعب من التراب وحفروا نفق بطول 80 متر. العائلات ديالهم كانت مجهزة وجوازات سفر وفلوس باش يعاونوهم يهربوا. بدات عملية الهروب وقت ما كانوا السجناء كيتفرجوا في التلفاز، والفيلم شد انتباه الحراس لدرجة ما بقاوش مركزين. بداو كيخرجوا واحد بواحد بهدوء حتى وصلوا كاملين للنفق. برا كان كيتسناهم شخص متفقين معاه باش ينقلهم. كان كيقلب على فتحة الخروج اللي بعيدة على الكشاف. خرجوا واحد بواحد، قدروا 50 سجين يهربوا بقيادة ليون وركبوا في الطوبيس اللي كان كيتسناهم. بقاو كيتسناو اخر واحد، ولكن السجين اللي كان متواطئ مع الحراس اختار يبلغ عليهم رغم كانت عنده فرصة يهرب. تخانق مع واحد من اصحاب ليون وضربوه وهرب. ينادي الحراس. اخر واحد من فريق ليون ما قدرش يهرب بسبب الاصابة ديالو، ولكن الطوبيس تحرك ببطء وهما كيتسناو. الحراس والسجناء الاخرين ملي عرفوا بالحفرة جراو ناحيتها. عدد كبير قدر يهرب والبعض الاخر تشد، ولكن ليون وفريقه قدروا ينفذوا واحدة من اكبر واذكى محاولات الهروب في العالم. وهكذا كتنتهي القصة ديالنا ديال اليوم. الا بغيتو شي فيديو اخر ديروا لايك وسبسكرايب، ونتلاقاو في الفيديو الجاي.